اهلا بيكم يا هبيده في حلقه جديده من برنامج الهبيد. تعرف يا هبيده اغرب حاجه في البريمير ليج ان اكتر ناس بتخاف من يوم السبت لا اللعيبه ولا الحكام ولا حتى المدربين، ولكن لعيبه الفانتسي. كل جوله بتلاقي واحد بيدعي ان هالاند يجيب هاتريك وصاحبه بيدعي ان يسيب للحكم ياخد طرد، واحد فرحان ان صلاح جاب جون والتاني بيحلف ان هو اوف سايد بالرغم ان التاني مشجع لليفربول، وكل ده لانه مكابتن لعيب من فرقه تانيه. بقى في ناس بتزعل ان فريقها جاب جون وناس بتفرح ان فريقها دخل في جون، كل ده عشان يجيب كام نقطه زياده ويعلى في جروب الهبيده بتاع اصحابه. وده يا هبيده هو مجرد عرض جانبي في مسلسل اكبر كتير. النهارده البريمير ليج بيتشاف في اكتر من 180 دوله، هو بس بالمليارات، وانديه العالم كله بتحاول انها تقلده. والحقيقه ان قبل ده كله كان دوري الناس بتخاف انها تروح، ملاعب بتتقفل وجماهير بتتخانق مع بعضها والكوره نفسها كانت بتنهار. السؤال الحقيقي هنا مش ازاي البريمير ليج بقى اهم دوري في العالم، ولكن ازاي الدوري اللي كان بيغرق بقى اكبر منتج رياضي على كوكب الارض. وعلشان نعرف نجاوب على السؤال ده لازم نرجع لقبل سنه 1992. تخيل معايا يا هبيد الصوره دي، ملاعب متكسره واسوار حديد عاليه بتفصل الجمهور عن الملعب بالظبط وكاننا في سجن. وعشان تقدر انك تتخيل معايا الصوره بشكل صحيح، في مايو سنه 1985 جريده الساندي تايمز كتبت افتتاحيه تاريخيه بتوصف فيها الكارثه دي، وقالت نصا ان كره القدم اصبحت رياضه قذره بتتلعب في ملاعب شبه العشوائيات المتهالكه وبيتفرج عليها بشكل متزايد اشخاص همج. وفعلا المشجعين كانهم كانوا في علبه سردين، وكانوا كل الجماهير واقفين لان اصلا ما كانش فيه كراسي في كل الاماكن، وبقى فيه اشتباكات دايمه بين الجماهير، والبوليس ابتدى انه يتدخل بالخيل بتاعه عشان يفرق الزحمه دي. والنتيجه ان الانديه الانجليزيه اتمنعت عن اللعب في اوروبا، فبالتالي ما بقاش فيه فلوس، وبقت الجماهير بتتفرج من على السور لان اصلا مفيش تنظيم يمنعها. يعني تخيل فريقك اللي بتحبه ومتعود انك بتتفرج عليه بقيت خايف تروح له الملعب، مش لانك خايف من جماهير الخصم ولكن خايف من جماهير النادي بتاعك. وفي سنه 89 هتحصل كارثه هتغير كل حاجه. في ماتش نص نهائي كاس انجلترا في ملعب الهيلزبرا، جمهور ليفربول كان واقف في مدرج معروف بازدحام، والزحمه دي زادت اكتر من طاقه المكان، والناس اتلزقت في السور الحديد اللي المفروض كان بيحميهم، وبقى هو نفسه اللي ما يقدروش يهربوا منه. والنتيجه كانت مأساة حقيقيه، 97 انسان راحوا ضحيه زحمه مكان ما كانش مبني اصلا عشان يستحمل العدد ده. الكارثه دي ما كانتش مجرد خبر في الجرايد، دي كانت نقطه تحول حقيقيه. القاضي اللورد تايلور اللي كان ماسك التحقيق طلع التقرير التاريخي اللي اتسمى بعديها بتقرير تايلور سنه 1990، وكتب فيه جمله برأت الجماهير لاول مره وكشفت الكارثه الحقيقيه، ان السبب الرئيسي للكارثه دي كان الفشل الذريع للشرطه في السيطره على الحشود، وان تم التعامل مع المشجعين مش كبشر جم عشان يستمتعوا بالماتش ولكن كأسر حرب. والجمله دي اللي خلت انجلترا كلها تقول احنا لازم نهدم كل ده ونبدا نبني من جديد. وفعلا لغوا المدرجات الواقفه وعملوا كراسي مرقمه وتنظيم حقيقي بدل الزحمه العشوائيه. وبعد المأساة دي بدأت الأندية الكبيرة انها تفكر بشكل مختلف، قالوا ان يمكن المشكله ما تكونش في الملاعب، ممكن المشكله تبقى في المنتج كله. الدوري القديم كان بيوزع فلوسه بالتساوي على ال 22 نادي ومش بيفرق ما بين النادي الاول في الترتيب والنادي الاخير، وكانت الأندية الكبيره شايفه ان طالما احنا اللي بنجيب الفلوس واحنا اللي بنجيب الجماهير ازاي نتساوى في الارباح. ومن هنا انفصلت الأندية الكبيره وعملت دوري جديد اسمه البريمير ليج. وفي كتاب ذا كلاب اللي بيوثق تاريخ البريمير ليج اتكشف ان رؤساء البيج فايف او الأندية الخمسه الكبار وقتها اللي هم مانشستر يونايتد وليفربول وارسنال وايفرتون وتوتنهام قعدوا في عشاء سري مع رئيس شبكه تلفزيون ال دبليو تي، والراجل ده بص لهم وقال لهم جمله هي اللي اسست البريمير ليج، قال لهم احنا على استعداد اننا ندفع اموال كتير ولكن ليكم انتوا بس، احنا مش مهتمين بباقي انديه الدوري، انتم اللي هتجيبوا المشاهدين. الجمله دي كانت الشراره اللي خلت الكبار يقرروا يرموا باقي الانديه في البحر وياسسوا البريمير ليج. ودلوقتي البطل الحقيقي للقصه بيخش المشهد، مش لاعب ولا مدرب ولا حتى رئيس نادي ولكن التلفزيون، قناه ناشئه لسه بتحاول انها تثبت نفسها في السوق. جم للبريمير ليج وقالوا لهم ان احنا عايزين نشتري حقوق بس بالكامل، وبعد وقت من المفاوضات دفعوا فلوس كتيره وكسبوا الصفقه. لو لسه ما تعرفش القناه دي هي قناه سكاي سبورتس، والقناه دي ما كانتش مجرد بتشتري ماتشات، دي كانت بتشتري طريقه جديده تتفرج بيها على الكوره، كاميرات اكتر وزوايا اكتر وتقديم احترافي يخليك بتتفرج على شو. والسؤال اللي كان في دماغ الناس ساعتها الفلوس اللي دخلت دي كلها يعملوا بيها ايه؟ الملاعب القديمه المتكسره اتهدمت واتبنى مكانها ملاعب جديده بكراسي احسن واناره احسن وشكل يخلي الناس تحب انها تروح، والانديه بقى لاول مره عندها فلوس تجيب نجوم من بره انجلترا، اسامي ما كانش حد يسمع عنها قبل كده. وبالنسبه للتصوير بقى في كاميرات في كل حته في الملعب وزوايا تخليك تحس انك واقف جنب اللاعب، والدوري بقى كانه بيقدم منتج عالمي مش مجرد رياضه محليه. لما الاهتمام زاد الفلوس زادت، ولما الفلوس زادت الاهتمام بيزيد اكتر. ولكن في حاجه لازم نعرفها، ان الفلوس لوحدها ما تقدرش تعمل دوري اسطوري، وكان فاضل حاجه واحده بس، ان الناس تيجي وتغير شكل الكوره نفسها. دلوقتي يا هبيد الملاعب بقت احسن والتلفزيون بقى يصور بشكل احترافي، ولكن كان لسه في حاجه ناقصه، ما كانش في اسطوره، ما كانش في شخصيه تخليك تفتح التلفزيون وتتفرج على ماتشات وانت مش عارف مين بيلعب مين. بالبلدي كده المنتج كان جميل ولكن لسه ناقصه قصه تتحكي، وهنا هتبدا الثوره الحقيقيه، مش ثوره الفلوس ولكن ثوره الناس. في البدايه الكره الانجليزيه كانت قافله على نفسها تماما، لعيبه انجليز ومدربين انجليز وطريقه لعب انجليزيه، كوره طويله وسرعه وقوه بدنيه وخلاص. ولكن الدوري اللي كان عايز يحسن من نفسه قال احنا محتاجين نجيب ناس من بره تقول لنا انتوا بتلعبوا غلط. وعلى الرغم ان في الاول ما كانوش مبسوطين ولكن النتيجه بعد كده كانت مبهره. اول واحد هيغير في اللعبه دي
ليج كان راجل فرنسي اسمه ارسن فينجر، وجه عشان يدرب نادي ارسنال. الراجل ده لما دخل الملاعب الانجليزيه كان كانه داخل على معمل تجارب. اول حاجه عملها انه غير اكل اللاعبين بالكامل. كان اللعيب من دول يخلص التمرين ويضرب الفيش اند شيبس ويحبس بكوبايه بيره واتعشت على كده. فصاحبنا بدل لهم نظام الطيبات ده باكل صحي، ومع الوقت ابتدى الحاله البدنيه للفريق تعلى، والفريق بقى بيقدم كره شيك وسريعه وذكيه. والاهم من كده انه جاب لعيبه من كل حته في العالم، لعيبه من فرنسا وافريقيا وامريكا الجنوبيه، وكل واحد جاي ومعاه اسلوبه الخاص. ودي طبعا كانت الحاجه المهمه، ان لما الدوري ابتدى انه يستقبل العالم بدا العالم انه يغير شكل الدوري. وفي نفس الوقت تقريبا كان السير اليكس وصل لمانشستر يونايتد، الراجل اللي كان صوته زي الرعد، كان بيخش اوضه اللبس يبص البصه يخليك تصلح حاجات انت بوظتهاش. والجمهور والاعلام سموا غضبه بالهير دراير، تشبيها ان قوه زعيقه شبه الاستشوار، نفس الهواء ونفس القوه ونفس التف. ولكن ورا كل الزعيق ده كله كان الراجل اللي بنى اجيال من اعظم اجيال كره القدم. وهنا بدات الكوره انها تاخد شكل مختلف. من اللحظه دي ما بقاش الدوري عباره عن انديه بتلعب بعض، ولكن بقى فيه بطل وبقى فيه خصم. كل موسم بقى فيه شد وجذب بين الفريقين على اللقب، لاعبين بيتخانقوا في الملعب وتصريحات ناريه في كل مؤتمر صحفي. حتى ارسن فينجر وفيركسن نفسهم كانوا بيردوا على بعض بجمل لما تقراها هتحس انك في مسلسل مش مقابله رياضيه. والجمهور بقى بيستنى المقابلات الرياضيه دي زيها زي الماتشات. والقصه دي كانت ساعات بتبقى اهم من نتيجه الماتشات عند الجمهور. وبعد ما الجمهور اتعود على فكره البطل والخصم، دخل واحد هدفه مش انه يبقى بطل الفريق، ولكن ان هو يبقى القصه نفسها. تشيلسي جابت مورينيو في اول مؤتمر صحفي قدم نفسه بجمله غيرت كل حاجه، لما قال ان هو السبيشال وان. والفرق هبيد ما بين مورينيو واي مدرب تاني، المدربين بعد الماتشات كانت بتطلع تقول ان الخصم كان كويس والماتش كان صعب، الحمد لله على النتيجه والبونت المهم ده. انما مورينيو كان بيخش القاعه يقول لهم بصوا يا جدعان انا اهم واحد في القاعه دي كلها، الحكم كان صعب والفريق خايف مني وانا حرق على الجمهور ده كله، يلا سلام بقى عشان عندي ماتش يوم الاحد. والمايند جيمز بتاعته دي كانت بتخليه يستفز المدربين التانيين، بتخليه يتحط في نص كل حكايه حتى لو هو مش فيها. وشكل الدوري اللي الناس كانت متعوده عليه ابتدى يتغير من ماتشات ودوري وشو لقصه ودراما. وده هبيد اللي وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. وبعد هبيد يوم السبت الساعه 4 العصر وانت ما تعرفش مانشستر دي فين اصلا، ولكن عندك راي مهم جدا في شخصيه مورينيو. يعني ببساطه ما بقتش محتاج انك تبقى انجليزي عشان تتابع الدوري، والعالم كله بقى موجود جوه القصه. ومع زياده الاهتمام ومدربين ولاعيبه من بره وجمهور مستني اكتر واكتر، كان السؤال هنا مين اللي هيدفع ثمن الجنون ده كله؟ في سنه 2003 حصلت حاجه هتغير شكل اللعبه بالكامل. رومان ابراموفيتش اشترى نادي تشيلسي، والراجل ده ما كانش عنده فكره انت شايف النادي ده فين بعد 5 سنين، ده كان يقول لهم عايز لعيبه خد، عايز مدرب خد، صفقات خد خد خد. وده اللي خلى تشيلسي من بعد ما كان بينافس على المقاعد الاوروبيه بينافس على كل حاجه تقريبا، وكسب الدوري في اول موسم ليه. ومسلسل البريمير ليج هينط نطه قويه جدا لان لاول مره بقى عنده انتاج ضخم. ابراموفيتش باين للناس كلها اهميه الفلوس في سرعه صعود النادي. طبعا من بعدها الباب اتفتح، ومره واحده فكره ان النادي يتحول من مشروع رياضي لمشروع استثماري ضخم بقت جزء اساسي من البريمير ليج. وهنا هيخش نادي يقرر انه ياخد الموضوع ده لمستوى تاني خالص. مانشستر سيتي النادي اللي معروف بتاريخه وجماهيره، ولكن ساعتها ما كانش بالقوه اللي عليها دلوقتي، لحد سنه 2008 لما مجموعه ابو ظبي الرياضيه هتخش كمال الجديد للنادي. وده خلى السيتي نادي غني جدا، ولكن الفلوس تقدر تجيب لك لعيبه ولكن ما تخليش اللعيبه تلعب كفريق، تقدر تجيب لك مدرب كبير ولكن ما تضمنلكش انه ينجح. ودي كانت مهمه السيتي في الوقت ده، انت بقى معاك فلوس ومطالب انك تنجح. ودي النقطه اللي لازم نقف عندها، لان لو الفلوس وحدها هي السر كان كل نادي غني في العالم بقى اسطوره. ولكن السيتي احتاجت اداره وتخطيط وسكاوتنج، اكاديميه وبنيه تحتيه ولاعبين ومدرب يقدر يحول كل ده لكره قدم. ولحد سنه 2016 لما هيجي مدرب يغير المعادله بالكامل. وطبعا انت عرفت انا بتكلم عن مين، المدرب الاسباني بيب جوارديولا، المدرب اللي بنى اسمه مع البايرن ومع برشلونه. كان قدامه تحدي جديد، والراجل لما دخل انجلترا قال لهم انا جاي اتعلم، ولكن بعد سنين هيعلم. جوارديولا كان داخل البريمير ليج ومش هدفه انه يكسب وخلاص، كان هدفه انه يتحكم في كل دقيقه في الماتش، في المساحات وفي الكوره وفي تحرك اللعيبه وفي طريقه بناء الهجمه، في الضغط وفي كل تفصيله تقريبا. واول موسم ليه ما كانش فيه السحر اللي الناس متخيلاه، والراجل احتاج موسم كمان عشان المكنه تطلع قماش. ولحد في موسم 2017 2018 مانشستر سيتي بتكسر حاجز ال 100 نقطه، وده بيخلي سيتي اول نادي في البريمير ليج يوصل للرقم ده، 32 فوز و106 هدف و19 نقطه تفصلهم عن الوصيف. يعني بالبلدي مانشستر ما كسبش دوري، مانشستر هلفت بلد بالكامل. وفي 2015 بنشوف جزء جديد من القصه لما ليفربول بتعين يورجن كلوب، وبقت المنافسه ما بين جوارديولا وكلوب. جوارديولا اللي كل حاجه عنده ليها سبب ومحسوبه بالملي، طريقه كلوب اللي كلها ضغط وجري وصوت جمهور وطاقه. وكانت الماتشات ما بينهم لمشجعين الفريقين محتاجه كارديولوجيست، الاثنين جامدين جدا ومشكلتهم ان كل واحد عايز يكسب، كل واحد فيهم حاطط ضغط على الثاني ومخلي كل ماتش كانه نهائي. لحد ما في موسم 2018 2019 الموضوع كان وصل منهم لمرحله مجنونه. مانشستر سيتي خلص الموسم بتاعه ب 98 نقطه، ووراه ليفربول خلص ب 97 نقطه. والغريب ان ليفربول خسر ماتش واحد بس طول الموسم، يعني تخيل تخسر مره وتجيب 97 نقطه وفي الاخر ما تاخدش الدوري، وكل ده من الاقرع المفتري ابن المفتريه. ولاول مره في تاريخ البريمير ليج مجموع النقط بين اول فريقين يوصل ل 195 نقطه، وطبعا ده كان رقم القياسي. وطبعا ما ينفعش نقول ان السيتي اللي عملها بفلوس، لان الفلوس جابت
الادوات، وجوارديولا هو اللي حول الادوات دي لنظام. وعلى الناحيه الثانيه ليفربول بقياده كلوب عمل فريق بطريقته الخاصه. يعني من الاخر فلسفتين مختلفين، وده اللي ادى للبريمير ليج طعم جديد. ولو هنسال مين السبب في النجاح ده كله، الفلوس ولا السيتي ولا جوارديولا ولا ليفربول ولا كلوب؟ الاجابه ببساطه ان كلهم، وما كانش في واحد لوحده كفايه. ابراموفيتش اثبت تاثير الفلوس على سرعه نجاح النادي، والسيتي خد الموضوع ده لمستوى جديد. جوارديولا حول الاستثمار ده لمنظومه كرويه، وكلوب بنى منظومه مختلفه. والمنافسه ما بين كل العناصر دي من الاخر هي اللي عملت النجاح ده كله. وبعد ما فهمنا تاثير العناصر دي كلها، فاضل سؤال واحد: ليه احنا اصلا بنتفرج؟ يعني ليه واحد في القاهره ممكن يصحى يوم الاحد متضايق عشان مانشستر ضيع نقطتين، وليه واحد ممكن يفرح بهدف لاعب هو عمره ما شافه في الحقيقه، وليه تلاقي يوم الجمعه بالليل واحد سهران عمال يظبط في تشكيلته ولا كانه رضا عبد العال؟ والاجابه ببساطه ان الدوري الانجليزي اتحول لمسلسل، كل اسبوع بنستنى حلقه جديده. لما بتفضل تتفرج على ماتشات كتير يوم السبت والحد، المخ البشري بيتعود على المواعيد الثابته دي وكانها مواعيد اكل. اللي خلى الموضوع يثبت في دماغنا اكتر ان المخ البشري بيحب القصص اكتر من الحقائق المجرده. يعني لما تقول لي فريق كسب 2-1 ده مش هيخليني متعلق كفايه، ولكن لما تقول لي ان المدرب الفلاني مسك المدرب الثاني وهاتك يا دعك ده يخليني مركز. وده اللي بيجاوب على سؤالنا ان انت هبيد من غير ما تحس بقيت متعود على السبت الممتاز، لانك بقيت جزء من قصه اكبر منك بكتير. ببساطه الماتشات ممكن تتنسي بعد يومين، ولكن هيفضل الهبيد مستني الماتشات دي كل سبت في السبت الممتاز. وبس كده يا هبيد، اعمل لايك وفولو شير وسبسكرايب وقول لي رايك في الكومنتات، واستنى حلقه جديده مع برنامج الهبيد.